اللوبريكيشن من الحاجات المهمة جدا عشان نحافظ على كفاءة أي معدة وعمرها الافتراضي، ونقلل الاحتكاك بين الأجزاء وبعضها، وطبعا لتبريد أي أجزاء ميكانيكية. لكن امتى اختار زيت اويل وامتى اختار شحم جريس؟ زي ما احنا عارفين اهم 2 لوبريكانتس هما الزيت والشحم، ودايما بنحتار هل نختار زيت ولا شحم، وهل ينفع نخلط الاتنين مع بعض لتحسين بعض الخصائص؟ الزيت بانواعه، سواء كان مينرال يعني معدني او بترولي، او سينثيتيك يعني مخلق او يتم تصنيعه، بيتميز بان لزوجته اقل بكتير من الشحم، وبالتالي له معامل احتكاك اقل، وده بيخليه الاختيار الاول في الحالات دي. رقم 1 لو هشتغل في سرعات عاليه، لان معامل الاحتكاك القليل هيخليه يولد حراره اقل، والطاقه المفقوده برضه هتكون اقل، وبالتالي تاثير الحراره على المعدات هيقل وعمرها الافتراضي يزيد. تاني حالة لو عندي أحمال صغيرة أو متوسطة نسبيا، لأنه مش هيقدر يقلل الاحتكاك بشكل فعال في الأحمال الكبيرة. رقم 3 لو هشتغل في الحرارات العالية زي محرك السيارة مثلا، هختار زيت مش شحم، وده عشان خصائص الزيت بتخلي له أفضلية في تبريد الأجزاء الميكانيكية، وده ببساطة لسهولة انسيابه وضخه، واللي بيخليه يعمل فلاشنج أو غسيل للسيستم عندي من الرايش والرواسب، عن طريق إنه ياخد الرواسب معاه وبقدر أتخلص منها بعد كده عن طريق فلتر أو مصفى، على عكس الشحم بيفضل في مكانه. الزيت له ميزه مهمه كمان، انه بيقدر يتخلص من الحراره بسرعه عكس الشحم. كمان لو عندي جير بوكس او مضخه فيها بلي مكشوف من غير غطا اللي هو كفر، سواء معدن او كاوتش زي التيبرد مثلا او الديب جروف من غير كفر، هختار زيت اجباري، لان البلي هنا مش هيقدر يحتفظ بالشحم جواه، وده موجود في كتير من المضخات والجير بوكسات. وطبعا لو المكان ضيق جدا ومش سهل ان اشحم البلي والاجزاء الميكانيكيه، بالتالي هستعمل زيت عشان سهل السريان وهيوصل لاضيق الاماكن. نيجي بقى للشحم جريس. الشحم له تطبيقات تانية ومهمة جدا، واقدر استفيد منه بسبب لزوجته العالية وقدرته على تحمل الاحمال الكبيرة والالتصاق بالاجزاء الميكانيكية وعزلها عن العوامل الجوية. بنستخدم الشحم لحماية الاجزاء الميكانيكية من الصدأ والكروجن وتكون رواسب لو المعدة واقفة فترة مثلا، عن طريق انك بتدهن الاجزاء الميكانيكية بطبقة بسيطة من الشحم، وبالتالي تعمل كعازل ضد الرواسب والعوامل الجوية. من اهم مميزات الشحم انه مش بيحتاج سيلينج من نوع خاص، لانه تقيل اصلا في السريان، وبالتالي مش هيحصل تسريب بسهوله زي الزيت. في المعدات اللي فيها احمال عاليه بيتم استخدام شحم بشكل اساسي، لان طبقات الشحم اكتر سماكه وتقدر تتحمل الاحمال الكبيره. طيب جميل قوي، ايه بقى عيوب الشحم؟ هي عيب الشحم مقاومته للسريان، وانه بيسبب احتكاك اكبر للاجزاء الميكانيكيه، وبالتالي مش بنستخدمه في الحرارات العاليه ولا السرعات العاليه. طيب دلوقتي سؤال مهم، هل هينفع اضيف شحم على زيت واخلطهم مع بعض لتحسين خصائص الزيت او الشحم؟ مش صح ابدا انك تخلط زيت مع شحم. فمثلا تعالوا نفترض اننا عندنا جير بوكس محتاج تزييت، واحنا حبينا نحسن بعض خصائص الزيت لان الزيت الاصلي مش متوفر، وخلطنا الزيت مع شحم تبريد، والاتنين من نفس النوع ونفس الشركه، لكن بعد فتره بسيطه من التشغيل هتلاقي ان الاتنين اتفصلوا عن بعض، وهتلاقي الشحم اتجمع في طرف الجير بوكس بفعل الطرد المركزي، والزيت فضل في مكانه، وهتلاقي مستواه اقل من الطبيعي بسبب الشحم، وده هيسبب مشاكل تانية للجير بوكس. من الاخر يا صديقي، مش هيحصل تجانس كامل بينهم، ومش هتستفيد منه كتير، بالعكس ده هيسبب مشاكل للمعدة بتاعتك. بس كده، ده كان فيديو سريع عن التزييت والفرق بين الزيت والشحم. لو في اي استفسار او اضافة سيبوها في التعليقات. سلام.